الخطوتين دول مراجعه على الطاقه الميكانيكيه او على اخر درس في المنهج. ايه هو تعريف الطاقه الميكانيكيه؟ يقول لك او ايه تعريف قانون بقاء الطاقه؟ يقول لك الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من العدم ولكن تحول من صوره الى صوره اخرى. لو انا عايز تركب القانون ده بنقول ان كي واحد زائد بي واحد بتساوي كي 2 زائد بي 2 بتساوي حاجه اسمها الطاقه الميكانيكيه. القانون ده الترجمه بتاعته مجموع طاقتي الوضع والحركه عند اي نقطه بيساوي مجموع طاقتي الوضع والحركه عند نقطه ثانيه. الصراحه القانون ده ما بياكلش عيش. احنا عايزين كده ايه؟ قانون سالك نحل بيه. بص بقى القانون ده بقى يا باشا. 2 جي في 1 او 2 جي اتش 1 او اتش 2 ناقص اتش 1 بيساوي في 1 تربيع ناقص في 2 تربيع. تاني 2 جي في اتش 2 ناقص اتش 1 بيساوي في 1 تربيع ناقص في 2 تربيع. هنتفق كده مع بعضنا على اتفاق هتفهمه وانا بحل السؤال. وواحد ده اللي هو الارتفاع الصغير. 2 ده اللي هو الارتفاع الكبير. يبقى 1 الارتفاع الصغير، 2 اللي هو الارتفاع الكبير. هتفهم كل حاجه دي. طيب لو انا بقول لك اقصى ارتفاع او بدا جسم من الحركه، بدا جسم الحركه، يبقى ساعتها بتستفاد ان السرعه بتساوي صفر. هو مش اقصى سرعه او اقصى ارتفاع او بدا جسم الحركه بتستفاد ان السرعه بتساوي صفر. طب لو انا بقول لك عند سطح الارض، لو جسم عند سطح الارض يبقى ساعتها الارتفاع بيساوي كام؟ بيساوي صفر. ركز معايا. لو انا بقول لك اقصى ارتفاع او بدا جسم الحركه يبقى السرعه بتساوي صفر. لو انا بقول لك عند سطح الارض يبقى الارتفاع بيساوي كام؟ الارتفاع بيساوي صفر. تعالى بقى نبدا مع بعضينا نحل مع بعضينا 3 مسائل. اول سؤال عندنا اي مثلا اقول لك ايه؟ لو انا معايا جلس كده الارتفاع اللي هنا كان بيساوي 100 والارتفاع اللي هنا كان بيساوي 20 والسرعه هنا بتساوي 2. عايزين نعرف السرعه هنا هتساوي كام؟ بص يا معلم عشان بقول لك برضه علما بالجي بتساوي 10. بص بقى ركز بس معايا هنا. قبل ما تبدا تحل السؤال حط الواحد والاثنين. ده الارتفاع الصغير يبقى ده بالنسبه لي مين؟ 1. ده الارتفاع الكبير يبقى ده بالنسبه لي مين؟ هنخلي السؤال على 5. يبقى الارتفاع الصغير هنسميه رقم كام؟ الارتفاع الكبير هنسميه ارتفاع رقم كام؟ او هنسميه رقم 2. نبدا بقى نعوض مع بعضنا بالقانون. يبقى 2 ب 10 اتش 2 ناقص اتش 1. اتش 2 بكام؟ 100. اتش 1 بكام؟ ب 20 بتساوي في 1 تربيع معرفهاش ناقص في 2 تربيع ب 5 تربيع. 100 ناقص 20 80. 80 ب 20 يطلع معايا بيساوي 1600. بيساوي في تربيع ناقص 25. اروح مودي 25 عند عكس الاشاره يبقى في تربيع هتساوي 1625. يبقى لو يطلع معايا بيساوي بس 1625. على حل السؤال. ناخد سؤال تاني. هما 3 اسئله شبه بعضيهم. برضه معايا جسم كده اهو. ماشي يا عم؟ وبقول لك لو الارتفاع ده عايزين نعرفه والسرعه هنا اقصى ارتفاع، السرعه بتساوي كام؟ 0. والارتفاع اللي هنا كان بيساوي 5 والسرعه بتساوي 12. عايزك يا باشا تجيب لي الاتش ده يساوي كام؟ زي ما قلت لك قبل ما تبدا تحل السؤال شوف مين 1 ومين 2. ده بالنسبه لي ايه؟ وده الاثنين. يبقى الاثنين جي ال 10 اتش 2 اللي هي اتش ناقص اتش 1 5 بتساوي في 1 تربيع اللي هي 12 تربيع ناقص كيو تربيع.
تدفع 10 و20. ال 20 مره ضربها هنا ومره ضربها هنا. يبقى 20 اتش ناقص 20 في 5 كام؟ ب 100. بتساوي 144. اروح مودي سالب 100 هناك بعكس الاشاره. يبقى 20 اتش بتساوي 244. يبقى الاتش يطلع معايا بيساوي 244 على 20. اطلع من هنا الاتش. ناخد سؤال ثالث على نفس الفكره. اجي مثلا اقول لك ايه؟ لو انا معايا ادي بندول اهو يا عم. البندول ده الارتفاع اللي هنا كان بيساوي 4 والسرعه اللي هنا عايزين نعرفها والسرعه اللي هنا كانت بتساوي 5. تعرف تجيب السرعه دي تساوي كام؟ ركز معايا. اولا مش ملاحظ ان الارتفاع هنا يساوي كام؟ صفر. بتاع سطح الارض يبقى الارتفاع هنا يساوي صفر. طب سؤال تاني، هو ده واحد ولا اثنين؟ واحد. ده واحد. طب وده؟ اثنين. يلا نعوض مع بعضنا يلا بالقانون. اروح بقى ايه بقى؟ هنقول مع بعضين. يبقى 2 جي تنفع 10 في اتش 2 ب4 ناقص اتش 1 ب0 بيساوي في 1 تربيع. يبقى في تربيع على الفاضي ناقص في 2 تربيع. تربيع احسب ده بالاله يطلع معايا بيساوي كام؟ 80. بيساوي في تربيع ناقص 25. اروح مودي 25 قلب عكس. يبقى في تربيع تطلع معايا بتساوي 105. يبقى البي جاز 105. ده بالنسبه للنوع الاولاني والنوع ده دايما بي. طب ركز بس معايا في الحته اللي جايه دي. ركز معايا يا معلم باشا. بص يا باشا بقى هنا في قوس تجس وسقط تجس. تعالى بس نمشي واحده واحده. لو انا مسكت جسم ورحت رميته فوق كده الارتفاع بتاعه بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد. طب هو لو الارتفاع بيزيد طاقة الوضع بتزيد. ادي طاقة الوضع بتزيد اهو. يبقى طاقة الحركة يبقى الطاقة الميكانيكية. قلنا مع بعضين الطاقة الميكانيكية مالها ثابتة. يبقى تاني لو انا رميت جسم لفوق الارتفاع بيزيد طاقة الوضع طاقة الحركة الطاقة الميكانيكية. يعني لو انا بقول ايه العلاقة ما بين طاقة الوضع والارتفاع؟ طاقة الوضع او طاقة الحركة والارتفاع. طاقة الوضع والارتفاع بتزيد يبقى طاقة الحركة والارتفاع بتزيد يبقى صحيح. سقط جسم معايا جسم ووقع يبقى الارتفاع بتاعه بيقل ولا بيزيد؟ بيقل. يبقى طاقة الوضع بتقل. يبقى طاقة الحركة بتزيد. يبقى الطاقة الميكانيكية ثابتة. طيب لو انا بقول لك ايه العلاقة ما بين البي اي والاتش التي اي والاتش؟ هنا عكسية هنا طردية. ايه ده؟ يعني العلاقة ما بين طاقة الوضع والارتفاع ممكن تبقى طردية وممكن تبقى عكسية؟ ايوه. على حسب هو سقط ولا قصة. لو انت فتحت النموذج رقم 4 في كتاب الامتحان كان جايبها لك طردية عكسية. لو انت فتحت النموذج رقم 5 تلاقيها طردية. كان على حسب ساعتها. يبقى لو انا بقول لك قصة بس يبقى طاقة الوضع مع الارتفاع طاقة الحركة عكس. طيب لو انا بقول لك سقط جسم يبقى طاقة الوضع عكس طاقة الحركة. يبقى طاقة الوضع وطاقة الحركة مع الارتفاع ممكن تبقى طاقة ممكن تبقى عكس على حسب هو سقط جسم او مين؟ او مين. طيب قبل رسمة ثانية نقولها النهارده. امال ايه بقى العلاقة ما بين الكي والبي اي؟ ايه العلاقة ما بين طاقة الوضع وطاقة الحركة؟ يقول لك العلاقة ما بين طاقة الوضع وطاقة الحركة علاقة عكسية. والزاوية بتساوي كام؟ والميل بيساوي 1. نمسح السبورة نشرح آخر سبورة. هي أصعب سبورة أو الأفكار الصعبة على طاقة الحركة وطاقة الوضع وطاقة الميكانيكية. فعايزك تركز معايا برضه في النوع ده عشان النوع ده ناس كتير جدا ما تعرفوش.
تعالوا برضه نمشي مع بعضنا كده ايه سنه سنه، وبعدين هنعرف برضه الاسئله ممكن تجي ازاي. بص يا معلم، طبعا انت عارف ان الطاقه الميكانيكيه مالها ثابته. يعني ايه في سؤال كده بربع جنيه دايما بيقول يقول لك ايه النسبه بين الطاقه الميكانيكيه عند واحد والطاقه الميكانيكيه عند اثنين كام لكام؟ واحد لواحد، عشان الطاقه الميكانيكيه مالها ثابته. تعالى بس ركز بس معايا. لو انا بتكلم على اقصى ارتفاع، انا قلت لك عند اقصى ارتفاع يبقى السرعه بتساوي كام؟ صفر. طب سؤال طيب، عندنا حاجه اسمها الطاقه الميكانيكيه. الطاقه الميكانيكيه دي هنرمز لها بالرمز دبليو. طيب هو دبليو ده بيساوي ايه؟ طاقه الوضع زائد طاقه مين؟ زائد طاقه الحركه. يبقى عندنا حاجه اسمها الطاقه الميكانيكيه بتساوي مجموع طاقتي الوضع والحركه. طيب لما انا بقول لك عند اقصى ارتفاع يبقى ساعتها السرعه احنا قلنا بتساوي كام؟ صفر. طب هي لو السرعه بتساوي صفر يبقى طاقه الحركه بتساوي صفر. طب انا عارف ان الطاقه الميكانيكيه بتساوي طاقه الوضع زائد طاقه الحركه. احنا قلنا طاقه الحركه بكام؟ بصفر. يبقى ساعتها يبقى الطاقه الميكانيكيه هتساوي طاقه الوضع فين؟ عند اقصى ارتفاع. يعني هتساوي ام جي اتش، حيث الاتش دي هتكون عند مين بقى؟ عند اقصى ارتفاع. واقول لك دلوقتي ازاي. يبقى تاني عند اقصى ارتفاع يبقى السرعه تساوي كام؟ صفر. يبقى طاقه الحركه تساوي كام؟ صفر. يبقى ساعتها الطاقه الميكانيكيه تساوي نقطه الحركه. طب الحركه بتساوي صفر، يبقى ساعتها الطاقه الميكانيكيه تساوي طاقه الوضع اقصى ارتفاع تساوي ام جي اتش، حيث الاتش ده اللي هو بالنسبه لي اقصى ايه؟ اقصى ارتفاع. طيب عند سطح الارض، عند سطح الارض يبقى ساعتها الارتفاع يساوي كام؟ صفر. طب هو لو الارتفاع بيساوي صفر يبقى طاقه الوضع صفر. طب انا عارف ان الطاقه الميكانيكيه بتساوي البي زائد الكي. انت قلت لي طاقه الوضع بكام؟ يطلع معاك ان الطاقه الميكانيكيه تساوي طاقه الحركه عند سطح الارض، يعني هتساوي نص ام في 3، حيث دي السرعه عند سطح الارض. طيب طب احنا كده عندنا حاله ثانيه في المنتصف بقى، في النص، في نص الارتفاع. ساعتها ايه بقى الله يحصل؟ ساعتها طاقه الوضع هتساوي طاقه مين؟ طاقه الحركه. يبقى ساعتها طاقه الوضع هتساوي طاقه الحركه. طب انا عارف ان اي بتساوي كي اي زائد ايه؟ زائد البي اي. طيب هي البي اي دي مش هي الكي اي؟ يبقى ساعتها الطاقه الميكانيكيه هتساوي 2 كي او هتساوي 2 ايه؟ 2 بي. طب سي تعمل حاول سي بالدور. طيب صباح الفل. تعالى بقى معايا. بص التفاهه يسوق يكمل الحصه ويرمي الهري ويقعد يحكي عليه. يلا يا عم تعالى بس اقول لك السؤال بيجي ازاي. يلا هناخد مع بعضنا كده ايه سؤالين على الجزائر. اول سؤال عندنا يا ابني ركز معايا. بقول لك اسمع عند اقصى ارتفاع. اقصى ارتفاع هنا بيساوي نول، وبقول لك لو الكتله بتساوي 20 كيلو او 2 كيلو والعجله بتساوي 10، تعرف تجيب طاقه الحركه لما يكون الارتفاع بيساوي 20 متر. يعني عايزين نجيب طاقه الحركه وعايزين كمان نجيب الطاقه الميكانيكيه. تعالى بس ركز معايا. الراجل عايز يجيب الطاقه الميكانيكيه وعايز يجيب طاقه الحركه. يا ابني ركز معايا السؤالين دول فيهم فين؟ تعالى نحل مع بعضنا اول مشكله. لو انا عايز اجيب طاقه مين؟
لو انا عايز اجيب الطاقه الميكانيكيه الاي، والله الراجل ده قال لي كلمه كده استفاد منها، قال لي عند اقصى ارتفاع يا باشا، عند اقصى ارتفاع الطاقه الميكانيكيه هتساوي طاقه الوضع عند اقصى ارتفاع بتساوي ام جي اتش. يبقى الطاقه الميكانيكيه هتساوي طاقه الوضع عند اقصى ارتفاع هتساوي ام جي اتش، حيث الاتش ده اللي هو اقصى اقصى ارتفاع. الام 2 الجي اقصى ارتفاع بكام؟ اقصى ارتفاع هيبقى بكام؟ ب 100. يطلع معايا بيساوي 2000. كده انا جبت الطاقه الميكانيكيه. بعدين هو يقول لك انت خدت طاقه الحركه. مش انا عارف ان الطاقه الميكانيكيه بتساوي طاقه الحركه زائد طاقه الوقت. طب يا الطاقه الميكانيكيه بكام؟ ده 2000. طاقه الحركه الراجل ده هو اللي عايزها زائد طاقه الوقت. مش طاقه الوقت بتساوي ام جي اتش، عشان عايز اجيب طاقه الحركه هنا يبقى اجيب طاقه الوضع هنا. طاقه الوضع بتساوي ايه؟ ام جي اتش. الام بكام؟ 2 في 10 في 20. 2 في 10 في 20 بكام؟ 400. اودي هنا بالعكس يبقى 2 يطلع معايا بيساوي 2000 ناقص 400 يطلع معايا بيساوي 1600. ادي السؤال. يبقى نعيد السؤال ده تاني، هناخد سؤال تاني عليه. اجي اقول لك ايه؟ يبقى انا عايز اجيب الطاقه الميكانيكيه. الطاقه الميكانيكيه بتساوي مين؟ تساوي طاقه الوضع عند اقصى ارتفاع، تساوي ام جي اتش. اتش ده هو اقصى ارتفاع، يطلع معايا بيساوي 2000. طب انا عارف الطاقه الميكانيكيه بتساوي طاقه الوضع والحركه. الحركه مش عارف، الوضع ام جي اتش. هنا ام جي اتش يطلع معايا طاقه الحركه بتساوي 1600. ناخد سؤال تاني نختم بقى بيه. انا اقول لك لو انا معايا جسم، الجسم ده على ارتفاع 10 متر، واقول لك الكتله بتساوي 4 كيلو، وبقول لك لو السرعه هنا كانت بتساوي 20، تعرف برضه تجيب لي الطاقه الميكانيكيه هتساوي كام، وتعرف برضه تجيب لي طاقه الحركه هنا هتساوي كام. ركز بس معايا. الراجل اعطيني السرعه عند سطح الارض، اعطيني السرعه عند سطح الارض، يبقى الطاقه بتساوي مين؟ طاقه الحركه عند سطح اللي هي تساوي في التربيع. يبقى الطاقه الميكانيكيه هتساوي طاقه الحركه على سطح الارض هتساوي نص ام في تربيع، يبقى تساوي نص في 4 في 20 تربيع، يطلع معايا بيساوي 800. يبقى كده انا جبت الطاقه الميكانيكيه بتساوي كام؟ 800. نفس الموضوع، هي مش الطاقه الميكانيكيه بتساوي كي اي زائد البي اي 800. الكي هو عايزها زائد البي بتساوي مين؟ الابنه في الجي في الاتش. الاتش هنا كام؟ 10. 4 في 10 في 10 ب 400. تروح حتى عكس يبقى دي يطلع معانا بيساوي 800 ناقص 400 يطلع معانا بيساوي كام؟ 4. دي اصعب سؤال او اصعب نوع. بص معايا، هاتي بس معايا.